شعر ولتحزن نفوس الشعب الليبي. تلقينا خبر وفاة قامة الإذاعيين الليبيين، وفاة أعظم قامة أعطت الشعر والأدب. أسعد الوراق الليبي، أسعد الوراق الليبي أو كما نعرفه الأستاذ مفتاح حجازي، الذي تدفق حقا ويقينا وقدم للناس صدق العطاء وشعرا لا يدانى وقامة من قامات الإبداع الإذاعي. مفتاح حجازي الخلق والأدب والإبداع، كان يقبل علينا لسنوات طويلة يشاركنا جلساتنا بجميل الأداء اللغوي السليم والصحيح لينقل إلينا ما يدور في وطننا والعالم، ويقدم مختلف البرامج. حضوره محل احترام وتقدير، أعطى لنا القدوة الحسنة في الخلق والأدب وحسن أداء الواجب وحسن تتقينه. قدم لنا الراحل المثل في الوفاء للقيم العليا للشعب الليبي. إنه المذيع مفتاح الحجازي، القدوة الحسنة في المهارة الإذاعية والمسلك الإنساني الراقي، واليوم تدمع العين ويتوجع القلب لفراقه. اللهم ارحمه برحمتك واسكنه فسيح جناتك. خالص العزاء والمواساة لزوجته وأبنائه وكل أسرته وأهله وأصدقائه. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإننا إليه لراجعون. عليه محبيه. أسعد الوراق الليبي، يبكيك الشعر والأدب وتحزن النفوس لفراق قلمك، والصفحات تحزن لفراق كلماتك. الصفحات عندما كتبت توارى كل من ادعى الأدب. مفتاح يا قامة الشعر، يا عروة كيف ترحل بلا عناق، كيف تذهب دون أن نودعك، يا من بددت الظلمات وأنت تحاول أن تهزم الجهل. ستبقى أشعارك شموعا للوفاء. منك عرف الناس موطن الجهل والانحطاط وعظيم التضحية والوفاء. ابكي أيها الوطن الشاعر، ابكي اليوم. الأستاذ مفتاح حجازي.